المصريين القدماء كانوا بيحجوا قبل المسلمين بآلاف السنين. الحج الأبيدوس كان طقس ديني عند الفراعنة وبيحصل كل سنة، والناس كانت بتمشي مسافات طويلة من كل مكان في مصر لحد ما توصل لمعبد أوزيريس في أبيدوس، واللي هي دلوقتي محافظة سوهاج. والرحلة دي كانت مليانة طقوس أو زي ما بنقول دلوقتي مناسك. بيغتسلوا وبيلبسوا ملابس مخصوصة وبيمشوا في طريق طويل كأنها رحلة الحياة والبعث علشان يوصلوا لضريح الإله أوزيريس، استغفر الله العظيم يعني، وده كان إله البعث والخلود والحياة والموت عندهم. وكان اللي بيروح الرحلة دي بيتقال عليه إنه اتطهر وبيتكتب أساميهم على قوائم المعابد. والأدلة على ده كتيرة، منها المنقوشات اللي لقوها على جدران معبد الإله أوزيريس في أبيدوس، وبعض أوراق البردي أو بعض مقابر المصريين القدماء اللي كان مكتوب عليها الحاج الى ابيدوس، يعني الشخص كان بيتشرف حتى وهو ميت انه حج الابيدوس. فايه هو وجه الشبه الغريب بين الاسلام وبين الحاجات اللي المصريين القدماء كانوا بيعملوها؟ تفتكروا فعلا كان في رسل موجودين في مصر القديمه لكن الموضوع بمرور السنين اتحرف ووصل لنا بطريقه غلط؟ لايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.